ضرايب الموبايلات يا عزيزي المشاهد اكتر حاجه الناس تتكلم عليها الفتره ديت، لان الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا جدا، والاخبار الغير صحيحه اللي موجوده كتير جدا جدا. علشان كده انا قررت اعمل الفيديو ده اللي هجيب لك فيه الخلاصه وهجاوبك على كل الاسئله اللي بتدور في دماغك والاسئله اللي كمان ما خطرتش على بالك. من الاخر ما ينفعش حد يشتري موبايل جديد او مستعمل من غير ما يشوف الفيديو ده، لاني هقول لك ايه هي الضريبه وازاي تعرفها، وليه ممكن تشتري موبايل ما عليهوش ضريبه بعد كام شهر ينزله ضريبه، وازاي تدفع الضريبه، وازاي تقدم شكوى لو موبايلك اتوقف، وايه موضوع الضريبه اللي زادت وهتدفعها امتى، وهل لو دفعتها هتدفعها بالسعر الجديد ولا بالسعر القديم، وازاي اصلا تريح دماغك وانت بتشتري وتشتري موبايل موثوق ما ينزلش عليه ضريبه، وازاي لو اشتريت موبايل من بره تسجله من غير ما تدفع فلوس، وازاي تضمن ان هو مش هينزل له ضريبه تاني برده بعد ما تسجله. وكمان هقول لك كل الخطوات لان انا عملتها بنفسي وسجلت موبايلي ببلاش ووفرت 28000 جنيه. كل المعلومات اللي هقولها لك في الفيديو دوت هي عباره عن تجارب شخصيه حصلت معايا او حد انا اعرفه شخصيا. فبالتاكيد قبل ما نبدا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتنزل تشترك في القناه لو انت مش مشترك علشان يوصلك كل جديد. الضرايب على الموبايلات يا عزيزي المشاهد موجوده من زمان، ولكن بتاريخ 1/1/2025 تم اصدار قرار ان اي موبايل الضرايب بتاعته مش مدفوعه هيتم ايقافه بعد 3 شهور، وتم استثناء اي موبايل شغال قبل تاريخ 1/1/2025 من هذا القرار. فاصبح انت دلوقتي من بعد 1/1/2025 لو اشتريت اي موبايل من تاجر، التاجر ده ما دفعش الضرايب والجمارك بتاعته، او اشتريته من بره مصر وجبته معاك وشغلته في مصر، الموبايل بيشتغل 3 شهور بس وبعد كده بيتم ايقافه ولازم تدفع الضرايب اللي عليه. وتم اطلاق تطبيق اسمه تليفوني، التطبيق ده بيمكنك انت تعمل فحص للموبايل اللي انت هتشتريه او للموبايل اللي معاك علشان تعرف الضريبه بتاعته مدفوعه ولا لا. وعلشان تستعلم عن ضريبه الموبايل هتفتح ابلكيشن تليفوني موجود على البلاي ستور والاب ستور، وهتكتب هنا الاي ام اي اي بتاع الموبايل اللي هتلاقيه مكتوب على علبه الموبايل، او لو اتصلت بنجمه شباك 06 شباك من اي موبايل هيظهر لك الاي ام اي اي بتاعه، سواء بتاع الشريحه الاولانيه والشريحه الثانيه بتستعلم عليهم. لو كتب لك ان هو مسجل يبقى كده خلاص تمام، التليفون ده ضرايبه مدفوعه. لو كتب لك غير مسجل هيقول لك عليه ضرايب كام والمفروض انت تدفعهم. طب لو في ضريبه وانت عايز تدفعها هتدفعها ازاي؟ هتعمل تسجيل دخول، ولازم يبقى عندك اكونت على مصر الرقميه، وسهل جدا انت تعمل اكونت. انا عندي اكونت سجلت بيه. هنا بيظهر لك استعلام عن جهاز وسداد رسوم جهاز. خلي بالك انت لو عملت لوجن بالاكونت بتاعك تقدر تستعلم عن عدد لا نهائي من الاجهزه، انما لو ما عملتش لوجن وبتستعلم ليك 10 محاولات بس. فهتعمل سداد رسوم جهاز وتكتب هنا رقم المعده 1، ده الاي ام اي اي 1 اللي هتلاقيه عندك في نجمه شباك 06 شباك على الموبايل اللي انت عايز تدفع ضرايبه او على العلبه بتاعه الموبايل. وبعد ما هتكتبه وتدوس التالي هيظهر لك رقم المعده 2، هتكتب الاي ام اي اي 2 بتاع الخط الثاني، وبعد كده بقى تمشي بالخطوات بتاعه سداد الرسوم وهتدفع بقى بالكريدت كارد او الديبت كارد بتاعك او بفودافون كاش او بوسائل كتير جدا. تعالوا بقى نروح لنقطه مهمه جدا. ليه ساعات انت ممكن تشتري موبايل مدفوع الضريبه وتيجي تشيك على الاي ام اي بتاعه هتلاقيه مسجل ودفع الضريبه بتاعته وعليه صفر ومعلوش اي فلوس وكله تمام، وبعد شهر 2 3 او اكتر تلاقي بقى عليه ضريبه والموبايل اتوقف؟ ده بقى ليه؟ لان في تجار استغلوا الموضوع وكان عندهم كميات موبايلات كبيره جدا غير مسجله وغير مدفوعه الضريبه، وكانوا عارفين ان اي موبايل هيشتغل قبل السنه الجديده ديت مش هيطبق عليه ضريبه، ففتحوا كل الموبايلات اللي عندهم وسجلوها بخط واحد او بخطين، وحرفيا في مئات الالاف من الموبايلات اشتغلت يوم 31 ديسمبر 2024 وهم اكتشفوا الموضوع ده. فهي اتقفلت علشان التجار اللي عملت كده. انما انت لو مستخدم عادي ورحت اشتريت موبايل جديد او كان عندك موبايل وركبت فيه الخط يوم 30 او يوم 31، بكل بساطه هتكلمهم تقول لهم انا الخط الموبايل بتاعي اتوقف، بيطلبوا منك رقم التليفون اللي ركب في الموبايل، ولو انت معاك اصلا رقم التليفون اذا انت اللي ركبته والتليفون ده ما تسجلش بيه 500 موبايل فهيشغله لك تاني. تاني سبب من الاسباب اللي انت ممكن تشتري موبايل مدفوع الضريبه وبعد كام شهر ينزل عليه ضريبه هو ان التاجر اللي انت اشتريت منه سجل الموبايل اثناء 2025 بشكل غير شرعي. هم ما وضحوش ايه الاسباب او ايه الطرق الغير شرعيه اللي التجار سجلت بيها الموبايلات اللي اتوقفت ديت، ولكن هي بالفعل تم تسجيلها بشكل غير شرعي بدليل ان التجار ما عرفوش يشغلوها تاني او معهمش اثبات ان هم دفعوا الضريبه. كنت تلاقي الموبايل مثلا ثمنه 50000 وضريبته 20000 المفروض يبقى ب 70000 ولكن التاجر بيبيعه ب 60000. طب انت ازاي قدرت تدفع ضريبه اقل من سعرها المعلن؟ او انت كده اكيد ما بتخسرش. ففي حاجه مش مظبوطه حصلت وهم اكتشفوها ووقفوا الموبايلات دي. ثالث سبب بقى من الاسباب اللي وقفت الموبايلات وهو ان انت تركب شريحه مصري قبل ما تعفي موبايلك من الضريبه لو انت راجع من السفر في الجمارك. كلنا عارفين طبعا ان انت لو جاي من السفر او جاي من بره تقدر تروح على الجمارك وهتلاقي في ناس هناك بتاع تطبيق تليفوني تقدر من خلالهم
تسجل الموبايل بتاعك من غير ما تدفع اي رسوم، وليك موبايل تسجله كل 3 سنين. رابع سبب بقى من الاسباب اللي وقفت الموبايلات بعد ما كانت مسجله هو الموبايلات اللي تم تسجيلها في الجمارك بباسبورات اجنبيه، يعني حد اجنبي وهو جاي مصر دخل على الجمارك وسجل الموبايل بتاعه وتم اعفاء الموبايل من غير ما يدفع ضريبه. ولكن دلوقتي صدر قرار ان اللي ليهم الحق بس ان هم يعفوا موبايلاتهم من الضريبه هم المصريين فقط اللي جايين من بره، وتم ايقاف كل الموبايلات باثر رجعي اللي اتسجلت بباسبورات غير مصريه. طيب انت دلوقتي موبايلك اتوقف عن طريق الخطا، يعني انت مثلا كنت مشغل الموبايل يوم 30 او 31 السنه اللي فاتت، بس انت كنت اللي مشغله مش التاجر اللي عمل كده، او انت جبت الموبايل من بره مصر معاك وسجلته وما كنتش ركبت فيه خط مصري وكل حاجه رسميه وكل حاجه شرعيه، ولكن خطك اتوقف. في الحاله ديت بترجع لخدمه العملاء بتاع تطبيق تليفوني رقمهم 15380، وهتشرح لهم المشكله اللي عندك كلها، وهيقول لك حاجه من اتنين: يا اما موبايلك فعلا تم ايقافه عن طريق الخطا ومن غير ما يقدم لك طلبات او اي حاجه، في مثلا مشكله في السيستم او كده وهيرجع تاني يشتغل لوحده، ودي حصلت والموبايلات رجعت اشتغلت لوحدها، يا اما هيقدم لك طلب علشان يتاكدوا من احقيتك في اعفاء الموبايل بتاعك، ولو ثبت احقيه كلامك بيرجع يشتغل تاني، ما ثبتش فما بيشتغلش برضه، لازم تدفع الضريبه. فعشان كده انا دلوقتي هقول لك ايه اضمن طريقه تشتري بيها موبايل جديد وتتاكد ان هو مدفوع الضريبه فعلا ومش هينزل عليه اي ضريبه تاني. اول حاجه واضمن حاجه تشتري بيها اي موبايل هو ان انت تشتريه من التوكيل بتاعه في مصر. الموبايلات اللي داخله رسمي عن طريق الوكيل مستحيل تقف او يحصل اي مشاكل فيها، او كمان الموبايلات اللي متصنعه في مصر، ده لان هم بيكونوا دافعين ضرايبها اصلا وجماركها وكل الحاجات دي من قبل ما الموبايل يوصل للتاجر اللي انت هتشتري منه. التوكيلات الرسميه دي تشمل الفروع الرسميه بتاعه الوكيل اللي هو منزل الموبايل مصر، سواء مثلا تريد لاين او سويتش بلس، ده بالنسبه لمنتجات ابل، وما شابههم في بقيه البراندات. وما تشتريش كمان غير من الاماكن الموثوقه اللي انت عارف ان المكان ده اكيد جايبه من الوكيل الرسمي بتاعه. هتلاقي عندك حاجات مثلا زي بيتك، 2 بي، دريم 2000، دبي فون، وفي غيرهم كتير، دول معروفين ان هو بيجيب من الوكيل نفسه، والموبايل بيبقى بضمان محلي وكل حاجه رسميه ومضمونه ومفيش اي مشاكل. تاني طريقه بقى تضمن بيها ان الموبايل مش هينزل له ضريبه بعد ما تشتريه لو انت هتجيبه من اي محل عادي، وهي ان انت تجيبه مش مدفوع الضريبه اصلا وتدفعها انت. وانا بالفعل عملت كده في موبايل عندي، كنت بشتري موبايل من محل ولقيت الفرق بين ان انا اجيبه مدفوع الضريبه وغير مدفوع الضريبه هو اقل من قيمه الضريبه ب 1500 او 2000 جنيه، وانا ما كنتش ضامن ان انا لو جبته مدفوع الضريبه ان هو هيقف تاني واخش في مشاكل وحوارات وارجع اتخانق مع المحل والله اعلم هيرجع لي الفلوس ولا لا. فجبته غير مدفوع الضريبه ودفعت انا الضريبه. وفي الحاله ديت انت لما بتدفع الضريبه يبقى معاك الريسيت اللي انت دفعت بيه، وخلاص كده الموبايل ده مستحيل يقف تاني. تالت طريقه بقى تبقى ضامن 100% بيها ان الموبايل ده تم تسجيله ومش هيقف تاني، وديت بقى ساعتها مش تدفع اي فلوس في التسجيل، ودي الطريقه اللي انا سجلت بيها موبايلي ببلاش، وهي ان انت تشتري الموبايل لو انت بره مصر وتسجله على باسبورك وانت جاي مصر. بس اهم حاجه ما تركبش فيه اي خط مصري حتى لو انت بره مصر. انا لما اشتريت موبايلي ما ركبتش فيه لا خط مصري ولا حتى خط اماراتي، لان انا كنت جايبه من الامارات وسبته زي ما هو كده شغاله واي فاي، بس هو اصلا ما فيهوش مكان اركب فيه شريحه عشان اركب فيه خط مصري، واكيد مش هعرف اطلع اي سيم مصري وانا بره مصر. وسجلته في الجمارك اول ما رجعت مصر، وحرفيا الموضوع ما بياخدش 3 دقايق على بعض. وانت خارج كده من الجمارك هتلاقي فيه شخصين قاعدين بتوع تسجيل الموبايلات، هتروح تديهم الباسبور بتاعك وتديهم الموبايل او علبه الموبايل لو الموبايل مقفول، هياخدوا الاي ام اي اي 1 و2 منها وهم بيسجلوه عندهم. واهم حاجه زي ما قلت لك ان انت ما تكونش سجلت اي موبايل على الباسبور بتاعك، لان انت ليك موبايل واحد بس كل 3 سنين، وما تكونش ركبت فيه خط مصري، لان انت لو ركبت فيه خط مصري ممكن يظهر لهم اصلا وما يقبلش معاهم تسجيل، وممكن لو اتسجل هيرجع يقف تاني بعد كده. الموضوع سهل وسلس وجميل وما بياخدش اي وقت، والناس تعاملهم كويس جدا. ده بقى بالنسبه للموبايلات الجديده. طب الموبايلات المستعمله، لو انت عايز تشتري موبايل مستعمل تضمن منين برضو ان انت بعد ما تشتريه مستعمل مش هينزل عليه ضريبه؟ اول حاجه زي الجديد بالظبط، تبقى متاكد ان الموبايل ده تابع للوكيل اللي هنا في مصر، موبايل كان صاحبه جايبه من التوكيل بشكل رسمي وليه ضمان. سهل جدا انت تتصل بالوكيل بتاع الموبايل ده وتديهم السيريال بتاع الموبايل ويقول لك فعلا الموبايل ده من عندنا ولا ضمان دولي. تاني حاجه برضو زي الموبايلات الجديده بالظبط، لو انت اشتريت موبايل مستعمل من بره مصر ان انت ما تركبش فيه اي خط مصري، وما يكونش حظك وحش والموبايل ده كان حد اصلا مستخدمه في مصر قبل كده وطلع باعه بره مصر، لان دي حصلت مع حد انا اعرفه. تالت حاجه لو انت بتشتري موبايل مستعمل من شخص او من محل،
تجيبه ان هو اصلا عليه الضريبه وتدفع انت الضريبه زي ما قلت لك برده في الجديد، وساعتها هيبقى معاك الريسيت وضامن ان الموبايل ده مستحيل يقف. رابع حاجه بقى ان انت تشتري الموبايل ده من حد انت عارفه، انت خلاص جبت موبايل من شخص عارف ان الشخص ده جايبه من الوكيل فكده تمام، او الشخص ده كان جايبه من السنه اللي فاتت او اللي قبلها وهو مشغله ومتسجل وكل حاجه تمام ومش هيقف، او الشخص ده كان جايبه معاه من بره ومسجله على باسبوره هو وانت مطمن ومتاكد من كل الكلام ده، فساعتها انت هتبقى الموبايل اللي جبته ده شغال ومستقر وما فيهوش اي مشاكل. اي طريقه تشتري بيها موبايل مستعمل غير الاربع حاجات اللي انا قلتهم لك من شويه دول، فما اقدرش اضمن لك ان الموبايل ده مش هينزل عليه ضريبه بعد كده. في ناس بقى من اللي بتتفرج دلوقتي سامعاني من اول الفيديو بقول التجار ممكن يكونوا مسجلين بشكل غير شرعي، التجار ممكن يكونوا متفقين مش عارف مع مين جايبه لهم من بره وعامل ايه، التجار فيفكروا ان كل التجار هم السبب في المشاكل. لا يا عزيزي المشاهد، في تجار كتير جدا محترمين، التجار اللي عملوا مشاكل واللي عملوا حاجات غير رسميه هم عدد قليل مقارنه بالتجار الكويسين. في تجار كتير جدا بيبقوا مظلومين في الموضوع دوت وبيحصل معاهم نفس اللي بيحصل معاك انت كمشتري. هو اشترى الموبايل ايا يكن منين والموبايل ده كان مسجل، وبعد ما باعهولك على ان هو مسجل رجع نزل عليه الضريبه تاني. نيجي بقى للنقطه بتاعه زياده قيمه الضريبه. من فتره الضرايب بتاعه الموبايلات زادت، لو في موبايل كانت ضريبته 5000 بقت 6 أو 7000. ده على حسب ما انا فهمت، دي معلومه مش مؤكده، ان الجدول اللي هم كانوا شغالين بيه بتاع اسعار الموبايلات اللي هم بيحطوا النسبه المئويه بتاعت الضريبه دي عليه تم تحديثه علشان يبقى مظبوط طبقا للاسعار العالميه. وهنا بقى في نقطه مهمه جدا، لو انت اشتريت الموبايل بعد تحديث اسعار الضريبه فهتدفع باسعار الضريبه الجديده. لو انت كنت شاري الموبايل ومركب فيه الخط بتاعك قبل ما الاسعار الضرايب تتعدل القيمه بتاعتها هتدفع الضريبه القديمه. وده حصل معايا في الموبايل اللي انا كنت قايل لكم ان انا جايبه ودفعت انا الضريبه بتاعته. انا ما دفعتش الضريبه بتاعته على طول، انا بعد ما اشتريته قلت استنى شهر او شهرين وبعد كده ادفع الضريبه. وبعد ما الموبايل اشتغل شويه قيمه الضريبه زادت، دخلت اعمل تشيك على سعر الضريبه للموبايل ده لقيتها لسه بالسعر القديم، مع ان في موبايلات تانية اشتغلت بعد تعديل القيمه ظهر لهم بالسعر الجديد. وفي حاجه لخبطت ناس كتير، ان انت لما تيجي تشيك على IMEI بتاع الخط الاولاني هتلاقيه بالسعر القديم والتاني بالسعر الجديد. ده لان انت ما ركبتش خط في IMEI التاني او ما طلعتش eSIM مثلا للموبايل في الخط التاني. في الحاله دي انت برضه هتدفع السعر القديم. كل اللي انت تعمله هتدوس على سداد الرسوم بتاعه الضرايب زي ما وريتك من شويه، وهتحط في رقم المعده واحد IMEI الاولاني اللي هو كان شغال قبل كده وبالتالي ضريبته هي بالسعر القديم، ولما يظهر لك مكان IMEI 2 هتحط 2 وتعمل نيكست، والتالي هتلاقي الضريبه تدفع معاك بالسعر القديم. ملخص هذا الفيديو يا عزيزي المشاهد، خليك في المضمون. انت حوشت وعايز تجيب الموبايل اللي نفسك فيه، والفرق بين الموبايل اللي مضمون والموبايل اللي مش مضمون هو فرق بسيط مش كبير، فخليك في المضمون وريح دماغك علشان تتبسط وتستمتع بالفلوس اللي انت دفعتها في المنتج اللي انت اشتريته. وطبق كل حاجه انا قلت لك عليها في فيديو النهارده علشان فعلا تتاكد وتبقى ضامن ان الحاجه اللي انت اشتريتها هي اللي هتفضل شغاله معاك. وكده احنا خلصنا. تنسوش بقى الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، تنزلوا تشتركوا في القناه، وتابعونا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واكس علشان يوصلك كل جديد. شكرا جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. I just gotta get through, cause I feel like taking off, find a place with a view.